السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت الكفتة الجميلة دي مع لسان العصفور بس بطريقة جميلة. حاجة كده لذيذة وحاجة كده من الآخر، طعمها يشرفك قدام ضيوفك لو انت عاملة عزومة. والله يا جماعة طعمها رائع. من صدر فرخة هتعملي كمية ما شاء الله كبيرة. جبت معايا بقى صدر فرخة واحد، قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعته إلى قطع صغيرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى جبت معايا الخضار بتاعي، بصلتين، طماطميتين، 3 كوسات معايا بالشكل ده. بدأت أقشر الكوسة ومعايا فلفل برضو هحط فلفل. قشرت الكوسة ومعايا فلفل أخضر على أحمر كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، حوالي عن 3 حبايات. جبت البصل الأول قطعته إلى قطع كده. بعد كده جبت الفلفل برضو قطعته بالشكل ده. أي نوع فلفل عندك، لو فلفل ألوان ماشي أي حاجة. قطعتهم برضو، وجبت الطماطم بتاعتي، خدت القلب بتاعها طلعته كده علشان احنا مش عايزين فيها اي ميه خالص. الكفته بتاعتنا كده ما تفكش. شلنا القلب كله بتاعها كده. والكوسه بتاعتي جبت المبشره بتاعتي وبدات ابشرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بشرتها كلها بالطريقه دي. الكوسه دي بتديها طعم وتست جميل قوي يا جماعه، جربوها بس بالكوسه دي. طعمها زي السكر بالظبط، طعمها رائع. هبدأ بقى اجيب المكونات بتاعتي، وهجيب الكبة بتاعتي. هنزل بقى بكل الخضار بتاعي، الفلفل والبصل هنزل بيهم الأول، والطماطم. وهنزل برضو بالكوسة بتاعتي، بس قبل ما لازم نعصرها الأول يا جماعة من المية اللي فيها. نضغط عليها حلو كده ونطلع منها المية، علشان برضو الكفتة بتاعتنا مش محتاجين فيها أي سوائل خالص. بالطريقة دي حطيت كل حاجة، حطيت بهارات فراخ معلقة صغيرة، وفلفل اسود معلقة صغيرة برضو، وملح معلقة صغيرة، وهنزل ببابريكا برضو معلقة صغيرة. مش هنكتر بهارات عن كده، احنا كده خلاص حطينا بهاراتنا. وهفرم بس كل الحاجات دي مع فرمة واحدة كده. هديها فرمة بس كده قبل ما احط الفراخ بتاعتي، عشان بس اعرف افرمهم حلو. نزلت بقى بالقطع الفراخ بتاعتي، وهبدأ بقى انزل بالبقسماط. معلقتين كبار من البقسماط. لو احتاجت منك بعد كده بقسماط، لو حسيت اللي هي طرية حط بقسماط تاني. هفرمهم فرمة كده، وهبدأ بقى احط العود الكزبرة لان انا نسيته بصراحة. حطيته بعد ما فرمتها فرمة كده. عود من الكزبرة او الكرفس قطعته وحطيته. وهديها فرمة حلوة بقى كلها لحد ما تتسمغ كده مع بعضها. وجبت شوية من الزيت. وهبدأ بقى اللي انا اصبع الكفتة بتاعتي. عايزة تعمليها صوابع اعمليها، عايزة تعمليها الى كرات اعمليها براحتك خالص. التشكيلة ديت انت وراحتك. انا عملتها صوابع بالطريقة اللي انت شايفينها دي. خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة. عملت لي حوالي عن 52 صابع يا جماعة، والله بالطريقة دي. اللي شوفوا صدر الفرخة عمل لي كمية قد ايه، ما شاء الله تقضي كف عيلة، ما شاء الله تحفة. حطيتها في التلاجة حوالي عن نص ساعة ترتاح شوية بس. على ما انا بقى هجيب بقى الجريلا. جبت جريلا يعني او طاسة على النار، نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة برضه من الزبدة. نزلت بيهم الاتنين كده كبار، عشان بقى نبدأ نحمر الكفتة بتاعتنا كده، نديها تشويحة حلوة من كل الاتجاهات. هي هتكمل سواها برضو بعد كده، بس احنا بنديها تشويحة حلوة كده او تاخد لون بس كده معانا. بدأت انزل بالكفتة بتاعتي بالطريقة دي بقى، وهبدأ اقلب من الوقت للتاني لحد ما تاخد لون من كل الاتجاهات وتديني لون حلو كده بالشكل ده. قلبتها كده وخدت اللون من كل الاتجاهات كده. هبدأ اطلع بقى اللي احمرت كده نطلعها، وابدأ احط غيرها بقية الكمية اللي فاضلة. شوفوا لونها جميل ازاي وشكلها حلو.
حمرت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. جبت حلة بقى على النار، وانا صفيت على فكرة الزبدة او والسمنة اللي انا حمرت فيها الكفتة، صفيتها كده بالمصفى، حطيتها في الحلة، ونزلت بقى بلسان العصفور. كان مع عندي بقى كيلو من لسان العصفور نزلت بيه. لو انت عايزة تعملي بقى تقللي الكمية قللي انت براحتك خالص. لو عايزة تعملي كيس واحد من لسان العصفور اعملي على حسب عدد الافراد اللي عندك. انا حطيت كيلو من لسان العصفور، بدأت بقى احمره كده من الوقت للتاني لحد ما خد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بقى لونه جميل ازاي. هبدأ بقى انزل بقى معايا بصلاية، بس قبل ما ننزل بقى هنعمل المرقة الاول. حطيت 3 مكعبات من المرقة الفورية في بولة كده، وهنزل بقى بمعلقتين كبار من الصلصة برضو، ومية مغلية علشان هعمل الصوص بتاعنا او الشوربة اللي احنا هنسقي بيها لسان العصفور، هنزود بيها. هنزل بقى بالطماطم الاول، معايا طماطميتين قطعتهم وبصلايه واحده كده قطعتها الى مكعبات بالشكل ده. نزلت بيها الاول على لسان العصفور، وبعد كده هزود بقى الشوربه بتاعتي. في المرحله دي بقى هنزل بالكفته بتاعتي برضو عشان تستوي معاها، تاخد السوا معاها كده تتشرب كده مع لسان العصفور وتستوي وتاخد سوا كده معاها. قلبتها كده حلو في لسان العصفور، وغطيت عليها وسبتها بقى لحد ما تستوي تماما وتتشرب كده مع معلقة من الملح برضو عشان اظبط الحدوق بتاع الملح يعني بتاعه. بقت معايا بالشكل الجميل ده يا جماعة، تحفة. هنقدمها بقى بألف هنا وشفا ليا وليكم بالطريقة دي. حاجة كده هتشرفك قدام ضيوفك، لو انت عاملة عزومة او اي حاجة هتشرفك قدام ضيوفك وولادك ان شاء الله. لايك وشير لو عجبك.